السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أحبائي في الله. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالصلاة على الرسول تنحل وتنفك العقد على طول. ماشيين كده في طريقنا واحنا في اسكندرية وعدينا على عروس دمشق. ده محل سوري بيعمل أكل ممتاز وروعة وعلى ناصية خالد بن الوليد. لسه فيديوهات المصيف ما خلصتش، مش عايزاكم تتضايقوا، فاضل فيديو واحد. كنا رايحين فين؟ رايحين المعمورة. هنا بقى دخلنا المعمورة ومشينا بقى طبعا في المعمورة وعدينا على فندق هينيلاند. ده الفندق اللي انا كنت نازلة فيه من كام سنة وكنت مصوره لكم فيه. دخلنا طبعا بقى المعمورة تحفة جميلة جدا. هي زي كومباوند مقفول على الناس اللي فيه، واللي بيدخلها زيارة وبيقضي فيها وقت ممتع فعلا. الدخول الفرد ب30 جنيه، حتى العربية خدوا عليها 30 جنيه. دخلنا بقى زي ما انتم شايفين جمال المعمورة. دخلنا بقى من طريق الشواطئ علشان نقعد على البحر. وهنا طبعا مع شوكتي الزلابية. اشتريت زلابية وانا داخلة الممر اللي بيدخلني على البحر. اشتريت زلابية بالشوكولاتة لاني بحبها جدا. المعمورة مكان جميل قوي قوي، ومن احب الاماكن لقلبي في اسكندرية هي والمنتزه. قضيت ليلة جميلة قوي وكان يوم ظريف جدا ويوم جميل قوي. هنا بقى دخلنا، طبعا كانت الدنيا زحمة، لسه كنا في شهر 9، يعني انا نازلة بتهيألي 22/9 او حاجة زي كده. زي ما انتم شايفين كان الزحام قوي. هنا دخلنا بقى شاطئ المعمورة. هتشوفوا معايا. داخلين بقى هنسهر ونقعد على البحر اهو شاطئ المعمورة. هندخل بقى نقعد. كان يوم جميل والجو كان حلو قوي وانا كنت مبسوطة جدا جدا. وانا حابة ان انا افرجكم على كل حاجة في اسكندرية. شايفين الموج؟ عشان الناس اللي ما بتروحش اسكندرية او ما بتحبهاش او بتقول انها زحمة، انا بوريك اهو. بقولك لو حابين تروحوا اسكندرية روحوا في شهر 9، لان الجو بيبقى حلو جدا وبتبقى راقد وبتبقى جميلة وتقدري تستمتعي. وزي ما انتم شايفين انا طلبت مانجا وابني طلب اوريو. وابني التاني طلب مانجا. جوزي ما طلبش بصراحة، ما كانش ليه نفسي ياخد اي حاجة. وطبعا انا اكلت زلابية بالشوكولاتة علشان انا بعشقها، يعني انا بحب زلابية اسكندرية جدا جدا جدا. هنا بقى كنا خلاص سهرنا وخلصنا القعدة وكنا رايحين نتعشى. هنتعشى فين بقى؟ هنتعشى عند بلبع. بلبع ده مكان بتاع مشويات، اسمه قرية بلبع. فين؟ في سيدي بشر قبلي. زي ما انتم شايفين هنا جوه المعمورة عاملين قطر للولاد بيتفسحوا بيه جوه المعمورة، وبيتج باجت وعجل واغاني وهلم جرة. هنا بقى وصلنا قرية بلبع، هو مطعم كبير اسمه قرية بلبع. هنا بقى دخلنا علشان نتعشى. دخلوا ولادي، هم ماشيين قدامي اهو وباباهم كان جاي ورانا. هندخل بقى نتعشى. نزلونا السلطات. عايزه اقول لكم ان الطبق الاصفر ده ليمون معصفر مخلوط بالمايونيز. طعمه يا جماعة فوق الرائع. انا بوريكم اهو قرية بلبع، طعمه يا جماعة رائع. ودي سلطة تونة بالطحينة ومسقعة مايونيز، طحينة، بابا غنوج، مش اللي هو الجبنة القديمة دي بقى ما كانش ليها حل. السلطة دي ما كانش ليها وصفة يا جماعة. بصوا انا سبت الاكل كله وكلتها، بجد كانت رائعة رائعة رائعة، ومعمولة بالعصفر وحبة البركة، تحفة. هنا بقى كان ابتدى ينزل لنا العشاء. ده رز معمر، انا طلبت رز معمر باللحمة وطبق محاشي مشكل. وجوزي برضو طلب رز معمر باللحمة. بس عايزة اقول لكم ان الرز المعمر اللي انا بعمله في البيت احلى طبعا بكتير جدا. ولادي طلبوا طاجن ورق عنب بالكوارع، وطلبنا فراخ مشوية، وطلبنا مشاوي. لسه الفراخ ما نزلتش والمشاوي. زي ما انتم شايفين طاجن الورق العنب كان طعمه جميل قوي، والمحشي المشكل كان طعمه جميل. والاكل كله كان تحفه. الفراخ كانت متبله التتبيله بتاعتها رائعه رائعه رائعه. السلطات تحفه. ده طبق الملوخيه كانت جايه لسه سخنه نار، وكانت جايه لسه طازه. الاكل عندهم تحفه. اللحمه الكباب بتاعهم رائع واكتر من رائع. الفراخ تتبيلتها خطيره بجد بجد. اكلهم جميل جدا جدا. طبعا انا باكل فيه من زمان فعارفه اكلهم، لكن انا بعرف الناس اللي ما راحش اسكندريه. وهنا بقى كنا خلاص مروحين. اتمنى الفيديو يعجبكم ونور رضاكم.